قامت وحدة الحراسة والتفتيشات الديوانية بصفاقس القبض على سائق شاحنة محملة بكميات كبيرة من أقراص الفياغرا وأنواع جديدة منها مجهولة المصدر. تمكنت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بصفاقس في حدود الساعة 3 من فجر اليوم على مستوى معتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس من حجز حوالي 43 ألف حبة فياغرا إضافة إلى 14 ألف علكة للإناث على متن شاحنة معدة لنقل البضائع قادمة من الجنوب في اتجاه العاصمة. تمكنت الدورية تابع فرقتنا لفجر اليوم من إحباط عملية تهريب لعدد كمية من حبوب الفياغرا. والحبوب هذه فيها المعروف وللأسف فما كمية كبيرة تمثلت في عدد تقريب 38,100 كعبة. هذه نوعية جديدة، هذه نجموا تشوفوها. كذلك النوعية هذه، النوعية هذه، النوعيات هذه ثلاثة ما فيها حتى لا تاريخ الإصدار الصنع ولا تاريخ الانتهاء ولا البلد المصنع ولا لي كومبوزون تاعها ما نشوفوا فيها بالضبط منين مصنوعة و هذه مجهولة بتقول تماما. وتمكنا كذلك من نحجز عدد 2740 من النوعية هذه اللي هي ميجا اكسترا. وفما حاجة جديدة أخرى ما شفناهاش قبل، حجز عدد 14,000 معناها نوع علكة، هذه خاص للأسف بالنساء. 14,000 نوع مش وينغوم، معناها نوع مش وينغوم كما هكا. الأولاد متاعنا اليوم الصباح معناها بفضل الحنكة متاعهم واجتهادهم تمكنوا من إحباط عملية التهريب هذه على متن الشاحنة اللي ورايا. كانت محملة بأثاث مستعمل بلغت قيمة المحجوز 306,000 دينار. وجدنا السلعة في الشاحنة هذه مخبية بطريقة ذكية ياسر، البعض منها في غسالة والبعض منها في البطانيات هذوما، البعض منها في كريات اللوطة، متخبية بطريقة ذكية جدا جدا جدا. قمنا بتفتيش الكاميون هذايا تفتيش دقيق على علم أنه السيد هذايا استعمل البضاعة هذه باش يموه بها في الطريق، لا أكثر ولا أقل. قمنا بتفتيش وتفتيش دقيق وعثرنا على البضاعة هذه مختلفة في أماكن عدة من الكاميون. عمل ومجهودات جبارة تقوم بها فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية ومختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية بولاية صفاقس للحد من ظاهرة التهريب الذي نخر الاقتصاد الوطني.